ماركوس، مرحبا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت نسقسيك برك. لايف محترم. نسقسيك لايف محترم صاحب اللايف. نعم، محترم. ما أنت سمعتي شي حاجة غير الحمد محترمة؟ لله. سمعتي الحمد شي كلام لله. ماشي محترم؟ أنا أستاذ مغناوي من مغنية، وسوف نتحدث باللغة العربية كي من آه، من لغة مغنية، نعم. نعم. سوف أقول لك يا أخي المغربي، إذا كان لا سمحت كان المغناوي الله يكثر خيرك، لا سمحت المغناوي، معنا ناس من اسبانيا ومن ايطاليا ومن هولندا كيتكلموا الدارجه، ما تعرفش عربيه، ممكن ندرج، ماشي حنا الحمد لله قاريين وفاهمين. كاين ناس اللي مهاجرين من ايطاليا ومن هولندا ومن اسبانيا كيتكلموا الدارجه، الله يكثر خيرك درج باش كلشي يستافد. شكرا. اللغة العربية لغة القرآن. يا أخ عبد القادر. المهم، سوف أقول لك إن في آثار الجزائر لا توجد آثار. نعم، نعم، تعرف في هذا الشيء، ومعارض. أنا معارض وسوف أتكلم بكل صراحة، لأن هناك شياط من بني جلدتنا في الجزائر يحبون سرقة الآثار، وسوف نتكلم على الآثار المغربية التي توجد في مغنية وتلمسان وعدة ولايات في غرب الجزائر. فهذا الموضوع جيد جدا بالنسبة لنا. يعني هناك بصمة مغربية تمتد في أراضينا حتى الآن. هناك قصر لا يحبون أن يتكلمون عنه في ولاية تلمسان، وتلمسان كلمة مأخوذة من أكادير. كيف تلمسان؟ يعني كان هناك سلطان مغربي ينتمي إلى ولاية إلى مدينة فاس. أعتذر على الكلمات. فأقول لك يا أخي المغربي، نحن ليس لدينا لا آثار ولا شيء. نحن دولة مصنعة من طرف فرنسا، وقريبا إن شاء الله سوف تنهار. يعني كيف سوف تنهار؟ هناك أزمات متعددة داخل الجزائر في عدة ولايات، في عدة مناطق. يحاولون المخابرات DRS أن يوهموا العالم أننا نعيش في ازدهار، مع العلم أننا لا نعيش في ازدهار. هناك سرقات منذ قديم الزمان. سمعتني يا خو برك؟ أنا مغناوي أستاذ جامعي. نعم أخي الكريم، شكرا لك وشكرا على شكرا على مصداقيتك أولا. ولكن هناك بعض المتشككين قد يقول هذا الأخ الذي يتكلم ليس جزائريا، لأن لغتك وطريقة تناولك للموضوع مخالفة للأغلبية، والاعتراف بالحق فضيلة. نعم. تصادفت شياطة ديال الكبرانات، تصادفت المنبطحين ديال النظام ديالنا يا خو، تصادفتهم في عدة لايفات. الوسائل ديال القمع لا زالت تمارس على الشعب الجزائري. الشعب من الطبقة الفقيرة ما يتكلمش. درك لازمنا نتكلموا. ما عندنا تاريخ، ما عندنا دولة، ما عندنا الدولة الوحيدة اللي راها تاكل دراهمنا هي بوليزاريو. دراهمنا راها تروح للبوليزاريو. أوكي أخي الكريم، بارك الله فيك.
فعلا هذا هو المشور. وتعرف أن كلمة المشور جاءت من التشاور، وهي السلطة مع الحكومة أو مجلس الحكومة، في وزراء، في مجموعة من المجلس الملكي مع حكومته يتشاورون في أمورهم. وهذا المشوار خاص فقط بالقصور وبالملوك. متى في الجزائر هناك متى كان عندها ملك وعندها قصر وعملة يعني بحثت شخصيا لم أجد شيء. وهذا المشوار، قصر المشوار كيف كان وكيف تم إصلاحه من طرف المغاربة بطلب من السيد بوتفليقة الذي دعا المغاربة لإعادة إصلاحه، وبالتالي تحفة. لكن يغمضون أعينهم ويقولوا هذا الشيء ديالنا، هذا الشيء نتاعنا. والله أنا أبحث الآن في آثارهم لم أجد شيئا. والله أعتذر لك أخي الكريم، أعرف أنك جزائري أستاذ، وبالتالي أنت تقول حقيقي مخالف. نعم تفضل. ولا اللي عنده الحجة، اللي عنده أثر يطلع وينعت لنا بالصورة ويعطينا التاريخ ويعطينا الزمان ويعطينا من أسس هذا الأثر وفي أي فترة وأين كانت العاصمة. نحن مستعدون نطلعوه ونشوفوه ونصنتوه. وكذلك أتوفر على آلاف الصور سواء في العهد العثماني أو في العهد الفرنسي، خاصة في العهد الفرنسي موثقة، وهي عندي في الهاتف ومستعد في أي لحظة تتمتعون بنوستالجيا الصور كيف كان الجزائريون عندما دخلت فرنسا. إذن شكرا لك. إذا عندك شيء إضافة أخي الكريم، إذا كان شي جزائري عنده رأي مخالف ولكن يطلع بحالة محترم يطلع ويتكلم بكل أدب، مرحبا. إذا ما عندكش مشكل. غير نحب إلا كان ممكن يرجعوا ستيلو، نحاول الستيلو عندك يا صاحبي. لا أوكي، واحد تولي كيطلع كيخافوا من السينيال، أنا غادي نرجع لك ستيلو. انسان اللي عاد محترم باين ما كيسينيالي ما تحيدوش الستيلو. كتعرفوا دوك اللي كيطلعوا كيتميحوا لنا اللايف. وبهذه المناسبه اخوان كبسوا، حنا لا نطلب اي شيء، فقط غير كبسوا بارطاجيو، يبقى هذا الصوت يوصلكم. فهذه الدردشه الرمضانيه الثقافيه لا علاقه لها بالسياسه نهائيا، ثقافيه اجتماعيه تبين التطور السوسيولوجي للمجتمعات وامتداداتهم. وبالتالي نحن نحتاج للمتدخلين يشهدوا بالحق وينعتوا لنا الصور وينعتوا لنا الوقائع والأحداث ويفتخروا بالآثار الجزائرية. إذن هذا هو السؤال يطرح عليكم البدوي الدردشة: أين الآثار الجزائرية؟ إذا طلبت من أي مغربي، أي تونسي، أي إيطالي، أي دولة في العالم نطلب منه الآثار، ينعت لي الآثار، يقول لك هذه وهذه بناها فلان وهذه كانت في عهد فلان وهذه، ويعطيك الصور ويعطيك التشويق حتى تمل.